رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجماعة المحترمة، اليوم نتكلم حول بداية فتح مكة، الفتح المبين، الفتح الكبير. نبدأ إن شاء الله نتكلم حوله بإذن الله تعالى. برايد عزيز أميرو بحثا دسبيكا فتح مكة بكن هيدي مكة فتحت بلئيرو ونافا عجلناكن لتشتكي جبير واناكن دمك خدي عز وجل تشتكي بخوازة جيرا بيلانا حاضرتك قانون خدي أبا يعني معجزة خدي خارج إنكي تشتهنا معجزة نمام بدن آلي كي وكيدي خدي سنة قانوني ويهنه وقتی که بخواست زارو که بده یکی گربی اسلامی بزوجه او بزوجه را جمجنا خو هدی حتی که زاروک چه بیانه رب العالمین دما که پیلانه کوي هبه بخوازه هدی ریلی جرا حاضرت که دما که مرد تماشات که مرد به سبحان الله افراج برده دست فکری هات لبرا سکنی اما انا فتح مکی تماشا کن که رب العالمین چه حاضری جی فتح مکی را کرد. اما بیا بدینه که خدا که مازنه بلان و پروژه چقا غريب وعجيب يعني. طبعا فتح مكة أيها الإخوة الأفاضل، فتح مكة لها بدايات، لم يبدأ دفعة واحدة، لها أسباب، فإذا أراد الله أمرا يهيئ له أسبابه. فكما تعلمون كان هناك وقف لإطلاق النار بين المسلمين وبين مشركي مكة، وكان هناك جماعة قبيلة بني بكر متفقة مع القريش، فالمفروض كل الطرفين يلتزموا وقف إطلاق النار. ولكن ما حصل مجموعة من هذه القبيلة قبيلة بني بكر هاجموا على مجموعة الذي خزاعة كان متفقة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا منهم عدة أشخاص. فهذا كان بداية للحرب الجديد، هذا هو السبب الأساسي. فالقريش لم يشاركوا في الأمر ولكن دعموهم من تحت لتحت. ربما قالوا قد يبقى لنا أحد لا يتكلم، ولكن الله عز وجل عاقبهم على هذا، والنتيجة كان الذي سنراه بعد قليل إن شاء الله. كوخاته تشتكي بخازة ما قو سبب حاضرت كسبب في فتح هانيج أفشار هاني چبو كتابي روا دماك ما قو حديبية دواتك مسلمان وكافراش لهف كر نفسان دن قو أمشار ناكن حتى 10 سالة هنكي قبيلة عرب الوان داره هبون قوت نحيرا ورم تشتكي دنيجي چيخن دوی خبردان هانه دا کی دخوازه به هوال قریشه برا به هوال وان، کی دخوازه به هوال مسلمان برا به هوال وان. تمام قبیله کی گو ادخوازن به هوال محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر را ادخوازن به هوال محمد وان گو محمد یعنی صلی الله علیه و سلم هوالی وی گروه کادنش گو ادخوازن به هوال قریشیا تدی انا جان او کنه دولت هنه به هورا چیت کند به هورا الیکاری هف بکن اوانا دی وکا ناتو يعني به هورا نفسين يعني عربية بيجن حلف بيرلكو بالأرتق صون ما تشتري وصاد بيجن باراستنا هفبش بهفرات باريزن أبي قبيلة كببو هفالي قريشية أو قبيلة دنت أصل خدش نياري هفن أصل خدا نياري هفن براكو فياج نفسان نقول أمشارناكن نو شارتكن نأم شارتكن تمام فقط خدا تشتكي تشيك أف قبيلة هفالي قريشيانه فرصتش في قبيله هانه ديتن فقير اشغال چورين تجارت و کار و خبات خود کن فرصت قفالتن گو فرصتش خون بره نابره مده کشتن هبیه وانا الچولين بشبه بلكي كسكي نظام بأمنجي او وان فقير جين كي جوان مسلمان قبيله ناوي خزاعي هناك جوان بنا مسلمان جي ايريش وان كرن كشتن فقير راويان چون كتن كعبه مال اقرباي خو وانا رحملو هناك قريشيه يتبرين داسي لحدوان وهناك ظلام يخشان قريشيه جي اليكاريه وانكر حتى تشتكي غريب وعجيب وانا وقت يكون فقير خزاعه وانا فقير كراويان كاتن مكه وانا دني بري وانا كو بوكجن وانا مازني خراغوتن ابي كتين ايك دوكجن يعني قويا وانا كاتن كعبه قو ام كعبه مال خدي انا بس يخنا دنوان اف مازني بكر قو ايرو خديتنا قو چد كم بكن يعني تشتكي تقمازن يعني ايرو خديشتنا يعني وانا جرا قلت خدي كاتن مال خدايته يعني بيت ربك قل لا اله اليوم ايرو خديتنا يعني بوكشن فرصته قانونك خديه هيك كبر ببا وبأدب ببا خديت بي رقحب كلمات يعني افاناجي بر بأدبون كات مال خدي
قانونك هبود نوع عرب داش وقت حضرت إبراهيم ده كيب كتا كعبه دست خنات دانيك يعني أو كان ومن دخله كان آمنا خودت بجا كيد كبا كعبيت كبا حرمه ده أمنيته دايه أوانا كتنكي هواله وان قوتن وانا كتن حرمه أمنيته بويرو خودتنا ليخنكي خودی روتنه خودتنا ونکاب اینجا خودت چتینه سری مرفا ور حاصله کلام به وی شکل هانه وانا ظلمه کرن وانی کشتن یعنی پر 20 حبسی حب ظلامي وان كشتن كاتن كعبيجي فايدة نداوان ور حاصل حتى دنيا روحني كايب وهر كس بها حسيا مسألة شيء إجا أنا تماشى بكم. طبعا هناك كتب يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يأتيه خبر هذه المشكلة الذي حصل بين بني بكر وخفية قريش وبين خزاعة كان يستعد لأمر ما يقول لزوجته خديجة سيدة عائشة استعد لأمر من الأمور فهي كانت تستعد ولكن هي لا تدري فالصحابة يسألون ولا أحد يتكلم ولكن هناك أمر ربما الله عز وجل أخبر النبي مستقبلا سيحصل أمر من الأمور فالنبي كان يستعد ويعد نفسه لأمر في المستقبل. تشتكي غريب جا قالوا جماعة كتابوا هاد بجند بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بريكو خبر في خرابي هاني جراوره پیغمبر حاضری کیت کر حاضری کی جلو سلاحا برداوی دا عائله خو مالا خو حاضر کر حتی دبی روکی ابو بکر چو مالا پیغمبر کو حضرت عایشه قیزا پیغمبره عفوا قیزا ابو بکر جنا پیغمبره خانماویه چو نروا عایشه تش مشتکیت که جلی سفره تشتا خوارن متزا چم گو قیزام چت کی گوله نزان پیغمبر گوت تشتکی بکری کداد چه گو ازویج نزانن ایجاد بجنه بیا که معجزه کی بو بریا کو بی خبرش پیغمبر و خبر جرات و تشتکی چه دبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حاضری خوشبی تشتهانه رات کریان هنکتش معجزه نه هنکتش پیشواروجن رب عالم به پیغمبر و وانا داده نشاندان طبعا اویاجی براد بیرامده به پیغمبر حاضری خود کسی چرا بره پیغمبر حاضری خود کرد. طبعا بعد ما حصل أتى مجموعة من بني خزاعة إلى النبي ويستمدون من النبي ويقولون له حصل ما حصل نحن في حلف معك نحن فضلناك على غيرك من القبائل ولكن بني بكر أعداؤنا الذين كانوا في حلف مع قريش هاجموا علينا وقتلوا منا رجالا كثيرا وبينما نحن نصلي نحن راكعون وساجدون ويقرأ أبياتا كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سأنصرك لا نصرت إن لم أنصرك يعني إذا لم أنصرك أنا الله كذلك لن ينصرني إذا لم أنصرك سأنصرك لا تحزن سأمدك بالعون إن شاء الله. فأتى الخبر إلى النبي وحصل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم أعلن قال حصل أمر خيانة الغدر مشركو مكة ومن معهم خالفوا الاتفاق الذي بيننا استعدوا للحرب. تشتك چيبو خبرش پیغمبر هات مزن خزاعه وانه هات نکشتن هات جن پیغمبر عرب برای پر خوش خبر دادن که شعر وانه هبون او شعر عجیب قوت جامر هات شعراش پیغمبر گوت شعر عجیب ما امام تانیه ما قیمت دایته مت پاراستیه با وکالت تجل جمع مانه برای خزاعه و عائله پیغمبر اینکه دوستانیه وانه هبو یعنی ام دقال تنه ولا جاميرا ايريش مكرن ظلام دمدا نيشتن ظلامي ما كشتن ظلامي مشغال مشت كرن سجده دا بند ركوع دا وانا ظلامي ما كشتن ومجي قلت يا مهوالتنا مكتنا بختته كاته چج مربكي دنا ما قالي كاريا مبكى پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبيجه اگر كو از عالي كاريا تنكم برا خدي جالي كاريا منك هذه چه عالي كاريا تنكم والله زي عالي كاريا تبكم او خيانه يعني وفيا ما قلت يا مشرنا كن وانت بني دافان ظلامي هوالي من دوكشن بازار ما حتى 10 سالم كسكي دسته هنا دين كسكي هر كس سلامتي هره وره فقير الچوله نشخوا كارو خباتا خودكن و بشويريش وانكر و بيسيح بيسان جوان كشت پیغمبر به اگر کوم عالی کاریت نک برا خودج عالی کاریا منک زهر عالی کاریت بكم وهر ترم صافيتكم يعني. طبعا هناك امر هل النبي هاجم عليه مباشرة ام لم يهاجم؟ لا النبي لم يهاجم هذا سنقول. ثانيا هل مشرك مكة جلسوا في بيتهم؟ لا لم يجلسوا في بيتهم سنقول الأمرين. النبي أرسل إلى مكة وقال الذين في الحلف معكم هاجموا على الذين هم معي في الحلف قتلوا منهم إما أن تتخلوا عنهم وتدفعوا الدية
أو سيكون بيننا وبينكم الحرب. فهؤلاء قالوا لا نستطيع أن ندفع الدية ولن نتخلى عنهم لأنه لم يبقى على ديننا غيرهم. هؤلاء معنا صاحب عقيدة وصاحب دين مشركون، لذلك افعل ما تشاء. فالنبي قال خلاص إذن استعدوا للحرب أنا سأهاجم عليكم. تشتك تشيبو دفرت دو تشتهنه يعني پیغمبر هم در حال سلحی خونه کرده سی خوب سروان ده نچو آد دویا مشرک مکی عجبا تشتکی کرن نکرن امی آن هر دیج بیجن. او عول پیغمبر مکی را خبر کیشان گو بنی حواله و ظلام مکشتنه و نیا خوی نوام بدن خوی نویشتی چل حبیسانانه و نیا خوی نوام بدن یک و نیج حوالتیا وی قبیله آنیش درکبن وام بدن آلیکی یا و نویاب کن یا جمع شار بکن یعنی جامعه را گو والله امانج حوالتیا خود در ناخن دناو وی ولات هانه دا اوک وکا من ایمان موان وکا او جی کافر او جی کافر دنیتا و نبسلمان انوانا نکارنج حوالتیا خود درخن آد دویا پره متنم خواه نوانشی بدن چند کت سربست ای پیغمبر گو اچه بکم سربستم ایجاد نابرم او دا شرمایه ایجا ما تشتکی دنیا که ابو سفیان نجا قرائشی پیلانا کوانا دنیتنه امی آنای بیجن. طبعا الامر الاخر ما قام به مشرك مكة أرسلوا أبا سفيان قال اذهب وجدد العقد مرة أخرى. نعم حصل مشكلة ولكن أنت تأكد على استمراريتها، يعني كأنهم يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص يعني حصل ما حصل سنستمر في الاتفاق. أتى إلى المدينة ولكن النبي لم يكلمه ولا الصحابة ولا أحد، هو حاول أن يعينوه ويشفعوا إلى عند النبي فكلهم قالوا إذا أصر النبي على أمر من الأمور ولا أحد يستطيع أن يقول له لما أو يشفع عنده، خلاص هو يقول ونحن ننفذ. فرجع أبو سفيان يستعد للهجوم الكبير من المسلمين. تشتيك تشيبو قريشية طوبون وحيرا كامسام كون ببن اما اصنيخو أبو سفيان بشين برا هر أخبابي سر بخت محمد وانت قلت بخته تدام كردي زانو بخت چه نوصل خد أبيت بخته يعني خبابي بختته و بما برا عفو بك برا بي كيمان يعني عفو بك برا شر نك يعني. ابو سفيان هاد تشتكي دفردا دقت بكن قيزك ابو سفيان جنا پیغمبره ناوي ام حبيبه جنا پیغمبره بیا مسلمان زوده بیا مسلمان چه حبشجي ابو سفيان چو مالا قيزا خو دقت کن ابو سفيان کافر اویاجی جنا پیغمبره چو مالاوی دوشکا پیغمبر دوشک زانی چینه دوشک میندر سر دوشکا پیغمبر رونه خواست جنه که دوشکش منی کاش کر جبانه گل عرده رونه ابو سفیان گو کچا من گوت دبی از نلاقی وی دوشک مک دوشک نلاقی منه گوت نلاقی دوشکا پیغمبری کت سر دوشکا پیغمبر رونه نلاقی ویای تو کافری گوت من تا مشرک تم کافری تنلاقی سر دوشکا پیغمبر رونه باوه رونش لعرده رونش نيسر دوشاكي رونه حتى دبيجا والله عقلته چي ها بري نوها بوي كافري. طبعا ابيا قانونك اسلاميه فقط فردا افجنا هانه كنا چه يونيفرسيتي نخونديه بروفيسور نه لازم بود فردا درسك بدوي باوه كو كافره اگر کو اف مثلا نبونه مثلا نیارتی و خرابی نبونه بلکه بگوتا ور سر دوشکا پیغمبر جرونه نان و آب و خدمتای بدسی پاچ کرا لورا اسلام نبیجه نیارتی باوی خوی کافر را بکن فقط اویا مسئله کفر و ایمانه مسئله باوکتینه نه یعنی مسئله کفر و ایمانه دفر دا گو بزن به ایمان من پیشیا دیو باویم دای اولا ایمان آد دوی وقتی چون مالاوی صحابیه نگو والله جنا پیغمبر خیانتی بکه نه تب زانن ایمان تمامه یعنی کسی خیانتی نکه پیغمبر جی نگو هات خیانتی نگی تشتکی نبت نبو تبدل رحتن یعنی تفزانن اف جنانه خواهی ایمانه نایلک باوی سر دوشکا پیغمبر رونید کاره خیانت نخواست خیانتی بکه. ابو سفیان پاشه چو جن پیغمبر پیرا خبر ندا ورداوه دا گواده و خبردان تنه یعنی و خرابی کی کریه چو جن ابو بکر بخت تدامه آلیکاری بکه گو کارم آلیکاری تبکن پیغمبر بجه چه سر چعب مه چوجم حضرت عمر گو عمر بخت تدام عمر گو کرد عاب کت بازار مدت میوان می والله من تبکشتا ما عیب است بکشم چوجم عثمان حضرت عثمان گو نکارم چوجم حضرت علی گو علی دباب قریشی دا او ای نزیک او پیغمبر نزیک هبن یعنی ها دباب اون ده نزیک هبن عبد شمس شمارات بجن نزیک هبن به عبد مناف تا
حضرت علی را گفت قربان تمه حیران تمه وردا ودا گفت خودت چی کم اشتراک کنتنه حسن کره حضرت علی لوی گوابیا بده پیشیام بون خاطر ویا و زار کره من ناکه و نواتشته مازن که بیا وقت آیناتی حضرت فاطمه قربان تمه اقربای هفون گو نه چی کم بکن اشتراکتنه و حاصل بکردید بجن پاشکا و سیخ و خوراند و هات ماله یعنی تنه ابو سفیان فقیر زفری گو تشتکتنه اوج زفری هات دقیق جامانه تماشاكن بيلانا پیغمبر ابو عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال استعدوا نحن نذهب، ولكن النبي غير الخطة يعني حتى يشوش، فالنبي كان يدعو الله عز وجل على أن يطمس العيون. مشركون مكة لا يأخذوا معلومات من المسلمين، النبي أكد على ذلك وقال بقدر الإمكان لا نعطيهم الأسرار حتى نأخذهم على غفلة حتى لا يستعدوا للحرب ولا يحصل بيننا حرب. حتى النبي أرسل مجموعة من الصحابة إلى جهة أخرى حتى الناس يفهموا بأن النبي سيذهب إلى هناك، ولكن كان يقصد هذا الطرف. فالنبي بشتى الوسائل حاول أن يكتم الخبر وعد جيشا قوامه 10,000. شوف قبل سنتين كان 1300، في العمرة كان 2000، الآن 10,000 مسلح استعدوا وهم ينظرون إلى كلام النبي، والنبي لا يقول شيء، سر 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 سنذهب إلى مكان لا يدري إلا النبي صلى الله عليه وسلم. پیغمبر چکر؟ پیغمبر هر قرار دا فقط دبی گره قریشی نظامن امیکین گهرن. پیلانا پیغمبر دفو زرنه ناچه ها تدی عادت کی دبی دفو زرنه لیخم هاتن پیغمبر وها ناکه. پیغمبر گو حاضر بن، صحابی حاضر بون، 10,000 حب صحابی حاضر بون. من چقا زیده بون ها، بری 1000 و چقا بون حدیبیه داد عمره داد 1000 بون 10,000. پیغمبر جبانه کس که نظام کدا چند حب صحابی گو هرن فلانجی جی کی دور ویده هرن ریقا شاش یعنی ها، یعنی یک لفره گوون هرن فرا مکه لفره پیغمبر گو هرن لفر هرن آوا لوی بسکن جی کی دور ملت گو عجبا پیغمبر کدا چه دویدا سکنی پیغمبر حاضر کرد برای خدا لوی. پیغمبر تشتکی دیجی پر سر سکنی گو یا ربی تچاوی قریشیه کور بکی گوی وان بگری برقت تشکی نظام امچت کن. هدفها پیغمبر که مشرک مکی حاضر نکند شر پیغمبر جار کتاب قرکوان گره جبونه کشتن چه نبه شر چه نبه جاره کتاب پیشا خو انسان بدینن بترسن لیگا وقت گو استمه بلکی وانا جو حاضر بکن هدی بلکی 1000 انسان ورن کشتن یا جب 100 انسان ورن کشتن. پیغمبر وی دعاهانه کرد حتی تشتکی دی چه بو وقتی که مسلمان ایجا در کبن در نکتن صحابه کی صحابی پیغمبر مکتوبه کیش نفسان داشتن که گویی مکتوبه باب قریشیه گو امواتینه صحابیش پرمازن ها صحابی کی بچوکنه نکت یا حرب بدره حاتم ابن ابي البلتع عجرات بن زلامه کی مازنه صحابی کی بقدر قیمته که حد حرب بدره دایه دفرد تیسا معجزات وحیش پیغمبر هات گو تشتکی واکینو چیبیه. پیغمبر علی حضرت علی را صحابی کرا گو هرن لفلانجی جی کی دور ها جنه کی والویه او جنانه مكتوبه كي بيرا هروي مكتوبه انا جبستين بينن. حضرت علي وال حسبه اختيار بو كرديد بجن شهرنك يعني ها چون جنك اللي جديدن گو جنك فلان كاس گو مكتوبه كي بتراها قلتنا مكتوب تراها قلتنا گو كريم كن تماشا چنت منتاتش مشتي تماشا كرتنا. حضرت علي گو والله پیغمبر درواناك پیغمبر گوتي مكتوبه بتراها يا ته مكتوبه درخ يا زجله تشتدرخ ما تشتهى يعني تهديد كر يا تجلي خدا جلي تدرهم مكتوب ترى پیغمبر گوته مكتوب دقال ويجن كهانه پیغمبر درواناك دسو درخ از خرابي كي نكم يعني ادبي قابش تاخذ من پشت تاخذ که طور سريق بعد كم مكتوبه نوايدا درت يعني سريق لفان دي يعني مكتوبه تينه تماشات کو پیغمبر مكتوبه فلان کس حاتم مكتوبش قريش را شانديا و پیغمبر تي هاي وجهه به پیغمبر به حاتم ورا دبي رسول خدا عجلنا كز افاده خبدم. حضرت عمر تصدرت ميدان دبي قابل سر في منافقانه شكم تشا مكتوبه تشيني پیغمبر دو حاتم کا خبر ده تشما بي مكتوبه نفسان دبي رسول خدا كس کی متن المكي عائله ملويه زاروكي من تشتي ملوينه والله اذا مثلا صحابيتنا تبع اقرباء وان لوينه اقربان نايل كس ظلم الجناوي بكذا ابن كس کی متن اللي عائله ملويه والله زانه فايده بي مكتوبه تنجمار اللي بقوتيس جمانه که بخوازن ظلمه بکن از بیش محیران نکن من آلیکاریه وکریه بلکه به سبب که ظلمه العائلام نکن. حضرت عمر تصاد بجاز بکجم
پیغمبر بجا عمر ما تو چه زانی که خدا صحابی چونه حربا بدره را نگوتیه و چه دکن بکن من گناه و عفو کریت چه زانی خدا وها نگوتیه یعنی بلکه خدا گوتیه من گناه و عفو کرد راست که مانی کی کرد همه اویا جوان صحابی حربا بدره دا خدا گوتیه از گناه و عفو که مسر بستن بلکه جوان انسانه تو چه زانی لعل الله اطلع على اهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم چه بکن سر بستن و عفو کریه هو هات بجا حضرت عمر دقري يعني دبي من فيا وقصا نظام دبي وساكن وين وي شكله يعني اف دفتر ويا جاسوس جهاد قرتن وخبرنا جمارة طبعا بينما النبي يسير الى مكة التقى بعمه عباس وهو مع عائلته اتى مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قليل صادف النبي كذلك رجلين أحدهما ابن عم النبي والآخر ابن عمته فكلاهما كان قد آذى النبي ولكن الله قد لين قلبهم فأرادوا أن يدخلوا في الإسلام فحينما أتوا إلى النبي فالنبي أعرض عنهما لأنهما قد آذى النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم ولكن سيدنا علي رضي الله عنه وكذلك زوجة النبي أم سلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تجعل أقاربك أشقى الناس بك يفتح لهم قلبك واغفر لهم يعني وسيدنا علي قال لهما اذهبا إلى النبي في وجهه واقرأ قول الله عز وجل تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين تتذكرون هذه الآية الكريمة التي قالها إخوة يوسف عليه السلام له حينما اعترف أو حينما قال أنا يوسف قالوا نحن قد أخطأنا في حقك فهو قال لا تثريب عليكم يغفر الله لكم قالوا قولوا هذا الكلام فالنبي رجل يسامح يعفو عن الناس فالنبي قد عافى عنهم تشتكي غريب وعجيب يعني أبو بيخمبر دريدة تشالي مكة نهرتوا أبي عباسات تبع عائلة خزاروكي خواتي هجرتكن حتى ويسا حتى يجي عباس هجرت نكر وبيخمبر قوتوا لبيب ساكنة يعني پشتکی یکی دنیش در باس بون دنیهر دحب یک بسمامه پیغمبره یک جی کره متاویه دحب هاتن هر دیای زمان خود المکین که نحقیل پیغمبر کرده ظلمه لیکرنه حتی یک جوان پیغمبر تشی علیت خوینه دویمه چه آنی سریته ما بریته دا پیغمبر بجه و بریم دا یعنی ونکرم بریم دا ور حاصله کلام لی پیغمبر دلی لوان سپینابه چخاتین پیغمبر پشتا خود دوان یعنی واتین بوانا خبر ناده خانمه که پیغمبر بیا رسول خدا وان اقربایتنه برا اجتا محروم نمینن یعنی دل اخلوان وکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجا دلی و نبی حضرت علی جوارا نصیحتک بس ما مهبن یا دبی بر جوارا تشتکی بیجم دبی پیغمبر عادتکی وی هی یک گاوک عالی پیغمبر داوا وره پیغمبر پشتا خناده کی او قصا انسان کی افندیه او قصا محترمه یعنی یک ها دواکینو او حاشا باب پیغمبر دی کشته پیغمبر او ناکه يعني يك پیغمبر بکنه پیغمبر تجارت کنه یک بجه مرحبا تجارت به مرحبا کس کی دبی اخلاقی گرجه ما چیترتنه بیانه او قضات کی مازن بو دبی هرن اوات قارشی پیغمبر دادو اجهی داورن آیت کی سوره یوسف ده هي وقتی که حضرت یوسف برای اخوانا گوم تی بیره و چانی سره من و فروغت او کر وانا داوی قبول کند به حیرا والله خدای قیمت داوود ملت ظلم کر يعني خدای تبلن کر ملت ظلم کر في آيات دي بخوين جوارا تالله لقد آثرك الله علينا بيجا والله خديت بقيمت كر وخديت مازن كر ما ظلمت كر ون في آيات بيجا بيغمبر عفوت كه لو را حضرت يوسف جي براي عفو كر اوانا چند قاشي بيغمبر دا تي نجاره كادي دبيت الله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين والله ما ظلمي كر ما حقيقر خديت مازن كر بو خدي قيمت دابوته کوفی تشتت بجه پیغمبر بنی دانا مینه یک بره بجه مکیمانی کریه پیغمبر نه بجه نه برا چحبیت داره نه لاقی فی ذاته آنیلو خودش بونه رحمتی ویشان دیه و مرسلناک الى رحمتا للعالمین پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجه لا تثریب علیکم یغفر الله لكم تشتکنا خده و عفو بکه پیغمبر دل خجوان رفت که کیف خجواناتینه یک جوان اوی ککره آپویه نبی ابو سفیانه نبیج ابو سفیانه پیغمبر ایجا برجه حست که یعنی دبي از هيفيد كم كو خدي فياب كجي حمزه جمرا حمزه شهيد كتيا يخلف حمزه وهي دارم كافيا جي حمزه جمرا تجي يعني حمزه ابي مكتشو اب تعرف پیغمبر ماستر بونزاني و عمر وانجي هيفي دارم كافيا شونه حمزه تجي ك بينام به پدر كبه تشتكي ديش بيروانكن دمكو انسانك باصل
مرد در حق ویدا کیمانی بکه و اوجی مرد عفو بکه مرد فدید که جاره قدی تماشوی انسانانه بکه لورا حاشا مخرازیل کل لیوی خکر افندی مخرابی کروی خرابی نکرد مخ نباش کرد او محترم بو ایجا کتاب هات بجن دبی ابو سفیان کره متا آپ پیغمبره دبی فدید کر کل پیغمبر مزکه پاشه جعیبا فدید کر سریع هدم واکینو بود گم اوقا خرابیل تکریت مجی عفو کر حتی که وفات که فقیر و شرمت که کل پیغمبر تماشا که یعنی تماشا کن چه قاسا اوجی افندی چه قاسا انسان کی محترم دبی والله اسفدید کم تمیزکم اسفدید کم تماشا تبکم اوجی سبحان الله تشتكي غريب وعجيب يعني خدي في مقام يعني دايوان طبعا حتى برا بس حدا بر درجناك ان شاء الله طبعا الى هنا سنكتفي بهذا القدر ان شاء الله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الى هو في طريق ما زال في طريق يستعد للهجوم على مكة سنقول الجمعة القادمة كذلك حصل ما حصل كما تعلمون السفر لم يبدأ مباشرة والطريق طويل حتى كان شهر رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو في الطريق والصحابة كذلك أفطروا إلى أن وصلوا إلى هذا المكان المناسب طبعا بيخمبر وان بروجي بونجي دريدا روجيا خوشكاند مها رمضاني بو يجبر مها رمضاني بو روجيا خوشكاندن و جارك هذه سفر خود دوام كنا حفتاتي إن شاء الله اما بیا دوام بکن باذن خدا کا چه بو چه نبو رب العالمین ما شفاعت پیغمبر محروم نکه ان شاء الله لچوله سکناندی من های وجه به هفتاتی اما دوام بکن ان شاء الله کا فتح مکه پیغمبر حتی که چه هات سریوان چه نات سریوان لیش بیر وان نکن انسان باش که مرو عفو که مرو فدید کلوان تماشا کن ابي حمزه ابي ابو سفيان هانجي مرد ما حياته يتخيلنا فدید که براستی یعنی فدید که بن فدید که پیغمبر تماشا کن حتى پاشه بو مسلمان وقتی که بمرد گرینجی سر دبی سر من نگرین جرویا که ما مسلمان حتى يرم کیمانی کی نکریه منتش مشتی خراب نکریه یعنی او رو حتى وفات که سوزا پیغمبر حتى بمرمجی از سر ریا پیغمبر حیات خود دوام بکم خدا جوان تا راضی به ان شاء الله امانت خدا سلام